بر قایقم کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مثلبین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برده تاکبی آلا کردن جنده برده تاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مشاهدي طيف تي في الكرام، وكل عام وأنتم وكل البشرية وأبناء كردستان وسوريا بألف خير. حلقة اليوم من برنامجكم حواراتنا خاصة يا أحبائي الأفاضل. لماذا؟ لتوقيتها وموضوعها، حيث تعلمون إن موعدنا معكم كل يوم الخميس وبالساعة 7 بتوقيت برلين و8 بتوقيت قامشلو و11 بتوقيت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. ولكن لدخولنا العام الجديد 2021 يوم أمس الخميس والسهرة الطويلة لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة على قناتكم طيف تي في، فقد تأجل برنامجنا لهذا اليوم وهذا الوقت كحلقة استثنائية، وعليه نرجو الله لكم مشاهدينا الأكارم وضيوفنا الأعزاء بأن يكون هذا العام عام المحبة والسلام لكل شعوب العالم، ومنها شعبنا السوري الذي يأمل فيه بعودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بفكر واع وأيادي حرة لبناء وطن سعيد كريم. فهل سنتمكن نحن السوريين من تحقيق أمانينا هذه وغيرها من المواضيع السورية التي سنناقشها مع ضيفينا العزيزين الدكتور حازم النهار، أهلا، وهو طبيب أخصائي في الطب الفيزيائي والتأهيل وباحث وكاتب في مجال الفكر السياسي وحقوق الإنسان وشخصية سورية مشهورة. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا، وكل عام وأنت وأسرتك الكريمة وكل شعبنا بألف خير. كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم. وأنتم بخير. كما نرحب بالأستاذ صلاح علمداري، وهو مهندس ميكانيكي وسياسي وكاتب في الشأن العام بعدة مواقع عربية وكردية، وأب لشهيد وعضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، وشخصية اجتماعية كردية عفرينية معروفة. أهلا وسهلا بك دكتور صلاح، نورتنا، وكل عام وأنت وأسرتك وكل شعبنا بألف خير. أهلا بكم، شكرا، أهلا وسهلا. دكتور حازم، نبدأ معك. نعلم حينما تنبع الأسئلة من الآلام المأساوية فإنها تصب في مجرى الخلاص وضماد الجروح. لكونك طبيب
فهل هناك ضماد لجرحنا السوري المؤلم في هذا العام الجديد؟ تحياتي وكل عام وأنتم بخير. يعني بالتأكيد يعني لكل داء دواء، لكن يعني هذا الأمر يعتمد على طبيعة هذا الدواء وتوقيته. يعني ليست كل الأمراض تشفى دفعة واحدة، ليست كل الأمراض تشفى على دواء محدد. هناك خيارات عديدة جدا، والتشخيص هو نصف العلاج. يعني خلال السنوات الماضية أخطأنا كثيرا إذا أردت التحدث بصيغة جماعية بتشخيص آلام سوريا وآلام السوريين، وبالتالي أخطأ قسم كبير منا في وصف طبيعة العلاج الملائم في اللحظة المناسبة. لكن بالعموم يعني لا يوجد داء أو مرض سواء كان طبي أو اجتماعي أو سياسي إلا وله دواء أو العلاج المناسب، لكن هذا بالتأكيد يعتمد على خياراتنا وعلى قراءتنا لواقعنا واستكشاف ما هو الدواء أو العلاج الأنسب في هذه اللحظة عن غيره من الأدوية أو العلاجات الأخرى. ولكن أطباء السياسة السورية للأسف غالبيتهم المرتزقة. لنكن واقعيين، يعني شعبنا يسميهم بالمرتزقة، سواء من قبل النظام أو المعارضات. يعني غالبية العظمى، مع احترامي واحترامنا جميعا للقلة القليلة من الوطنيين الحقيقيين النزهاء الشرفاء، ولكن الرسميات نشوف نرى الائتلاف تابع لتركيا وقطر وغيرها من الدول، والمعارضة الأخرى مثلها تقريبا، حيث قنع الإرهاب أو قنن الإرهاب الفصائل الإرهابية الموجودة المنضوية تحت الائتلاف. فهل سنجد في هذا العام طبيبا أو أطباء سوريين نزهاء وطنيين يمكن أن يضعوا دواء جيدا للقضاء على مرضنا المزمن؟ يعني بعتقد قبل الإجابة يفترض أنه نشير لمسألة مهمة، وهي بتقديري أنه يعني كل طرف من الأطراف أو فرد من الأفراد المندرجين بإطار المعادلة السياسية والثقافة في سوريا، كل منهم يعتقد أنه هو على صواب والآخرون مخطئون. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني في حاجة إلى نقاش مطول، ولذلك دائما أفضل في تناول الموضوعات السياسية والخيارات السياسية من دون أوصاف قيمة. يعني لا أحبذ استخدام كلمات أو توصيفات نهائية تجاه أفراد بس أو شعبنا جماعات يقول، دكتور سياسية. أنت ابن شعب السوري، شعبنا يقول ذلك. مع ذلك يعني أنا أعتقد أنه مهمتنا كناس يعني محسوبين على الإطار الثقافي والسياسي أن يقرأوا المسائل بهدوء وأن يحللوا يعني قدر الإمكان من دون أوصاف أنا أعتقد أنها ليست مفيدة. في الحقيقة يعني مسألة قراءة الواقع السياسي في سوريا أنا أعتقد هي إحدى المسائل التي كانت غائبة خلال السنوات العشر الماضية. يعني أنا أعتقد أنه لم تكن هناك قراءة صحيحة لطبيعة النظام الحاكم في سوريا، وكان هناك تقليل من قيمته ومن أهميته ومن دوره ومن استراتيجياته ومن آلياته، وحتى سخرية في بعض الأحيان. ومشان هيك شفنا يعني معارضات عديدة جدا يعني أو شخصيات معارضة كانت متفائلة بقرب سقوط النظام خلال أيام أو أشهر، وهذا بتقديري يعني لا ينم في الحد الأدنى إلا عن
عدم خبرة سياسية أو عدم اطلاع على الواقع السياسي للنظام. المسألة الأخرى هي عدم الاطلاع على تاريخ سوريا ومعرفة يعني الجانب الجيوستراتيجي في سوريا. هناك شيء ما يعني بتركيبة الجغرافيا السورية مفصول عن قوة النظام السوري، بمعنى أنه الموقع الجغرافي والسياسي والتاريخي لسوريا أيضا له دور في طبيعة الخيارات المطروحة على السوريين، وطبيعة التدخلات الإقليمية، وطبيعة الخيارات الأمريكية والروسية والتركية وغير ذلك. فهذا الأمر أنا أعتقد أنه أيضا من الأمور التي كانت غائبة خلال الفترات الماضية. بالتالي كان لدينا أخطاء في الحد الأدنى نسميها أخطاء في قراءة الواقع السياسي. من الطبيعي من يخطئ في قراءة الواقع السياسي أن يخطئ في اختيار العلاج أو مراحل العلاج الملائمة للوضع ببلدنا. عدا عن ذلك يعني هناك أيضا مسائل لها علاقة بالتركيبة السورية. يعني السوريون كانوا لا يعرفون بعضهم ما قبل 2011 أو قلة منا كان لديهم اطلاع على هموم وآلام وهواجس ومخاوف وتطلعات كل البيئات وكل المجتمعات اللي موجودة بسوريا. فهناك قلة قليلة من كان لديها اطلاع حقيقي على الوضع الداخلي بسوريا. فبالتالي ما شفناه من خيارات سياسية خاطئة أو من سلوكات يعني أنا بعتقد ينم بشكل رئيسي بالحد الأدنى إذا سلمت النوايا عن قلة وعي أو عن عدم خبرة أو عن عدم معرفة. هذا الأمر بالحد الأدنى، لكن لا أستطيع أن أنفي يعني الأسباب الأخرى التي لها علاقة بالتعامل مع هذه الدولة أو تلك أو المصالح الشخصية أو المصالح الإقليمية. بالتأكيد لا يمكن نفي مثل هذه المصالح والدوافع التي تولدها في العمل السياسي، لكن يعني نستطيع أن نقول في الحد الأدنى نحن ليس لدينا معرفة أو وعي لا بواقعنا الديموغرافي بسوريا ولا بتاريخ سوريا ولا بالعلاقات الإقليمية والدولية، ولا لدينا معرفة بمدى قدرات النظام السوري وشبكة العلاقات التي أقامها عبر نصف قرن. فبالتالي يعني أخطأنا في قراءة الواقع، ومن الطبيعي أن نخطئ في العلاجات أو مراحل العلاج اللي ممكن أنه نكون مشينا فيها خلال السنوات الماضية. تمام دكتور حازم، سنعود إلى الأستاذ صلاح علمداري. أستاذ، أنت مهندس ميكانيكي وسياسي، فهل يمكن الإصلاح الميكانيكي لقطار الآلام السورية برأيك؟ وهل توافق الدكتور على العلاج؟ يعني الهندسة والطب، هل يمكن أن نوقف قطار الآلام المزمنة؟ يعني أصبح عقدا من الآلام المزمنة في سوريا. كل السوريين يتطلعون إلى هذا العام أن يكون بداية نهاية هذه الأزمة. ما تعليقك؟ مساء الخير وتحية لكم جميعا، الأستاذ سليمان والدكتور حازم نهار والأخوات والأخوة اللي عم يتابعوا هذه الحلقة وهذا البرنامج. أتمنى أن يكون العام القادم أفضل من العام الذي مضى. أنا سعيد بوجودنا معا بهذا التوقيت المهم كما أشرتم في المقدمة، حيث يصادف اليوم أول أيام السنة الجديدة سنة 2021. نكون قد ودعنا معا وطوينا صفحة عام مليء في الحقيقة بالمآسي، عام ثقيل كان علينا جميعا
طوينا صفحته. نقف اليوم في اليوم الأول من العام الجديد، وكلنا أمل بأن يكون الحال أفضل. أتمنى لكم جميعا عاما أفضل، أوقات أفضل في الفترة القادمة. العرف المتبع لدى الأفراد، الشركات، المنظمات، وحتى الحكومات من جعل نهاية سنة وبداية سنة بمثابة محطة دورية ينظرون بعين إلى الخلف لتقييم أدائهم خلال الفترة التي مضت، وبعين العين الثانية إلى الأمام لتصويب هذا الأداء. في الحقيقة هو عرف جيد، يعني أنا مع أنه الناس تقيم أدائها، تراجع نفسها، لا سيما نحن السوريون. يعني مع نهاية العام 2020 نكون قد اقتربنا أن نتمم عقدا كامل، 10 سنين كاملة في الحقيقة من العنف والدمار والخراب والتهجير وكافة يعني أنواع القهر. نقترب من نهاية إتمام عقد كامل دون أن نتوصل إلى حل، بل دون أن يعني يلوح لنا في الأفق أي حل. إذا نحن على الأغلب نسير في الاتجاه الخاطئ. علينا أن نستغل هذه المناسبة ونهاية العام وبداية العام أن نراجع أنفسنا كسياسيين، كأشخاص، نظام، معارضة، حتى الذين صفقوا لهذا الطرف أو ذاك. علينا يبدو أن نراجع أنفسنا في هذه المناسبة. القهر السوري زاد خلال العام الأخير، أضيف إلى الحرب وويلاته أيضا قانون قيصر وتبعاته، وأيضا وباء كورونا الذي انتشر في طول البلاد وعرضه. أصبح قهر السوريين في الحقيقة قهرا مركبا، وحتى الآن معظم السوريين يعني لا زالوا غريبين عن بعضهم. لا توجد قنوات حوار، لا توجد ما يجمعنا، بل بالعكس خلال الفترة الأخيرة، في بحر هذه السنوات العشر التي مضت، حدثت هناك تدخلات إقليمية، أجنبية، عسكرية، استخباراتية، بعدت السوريين عن بعضهم ووسعت الشروخ بين المكونات السورية أكثر وأكثر، حتى بتنا نعيش في سوريا اليوم في 3 مناطق مختلفة، 3 إدارات، 3 سلطات مختلفة، 3 ثقافات مختلفة، و10 سنوات ليست بفترة قصيرة. يعني أصبحنا ابن إدلب أصبح يختلف عن قرينه شقيقه في مناطق النظام، أصبح يختلف عن مواطنه في مناطق الإدارة الذاتية. مع الأسف والأسوأ من هذا، بعض السوريين يعني ليس هناك كتلة سورية موحدة تطالب بمطلب واحد أو تحلم حلما واحدا أو تأمل أملا واحدا. مع الأسف قسم من السوريين يعلنون عن ولائهم لإيران، وقسم من السوريين يتبعون طاعة عمياء لتركيا ومخططاتها، وقسم طبعا أنا أعتبر نفسي واحد من ملايين السوريين الذين لا زال ولاؤهم لسوريا الوطن. ونقف في نهاية هذا العام مع هؤلاء، أسعى لأن تتوقف هذه الحرب، تتوقف هذه المأساة، تستقر أحوال الناس. كفى السوريين الحقيقة دماء، كفاهم عنفا، كفاهم قهرا. يعني في نهاية العام أتمنى لبلدي لوطني سوريا أن تستقر أحوال الناس لتبدأ يعني مسيرة الازدهار، الحياة العادية كما يعيشها أي بني آدم في هذه الكرة الأرضية. نحن الذي نعيشه في الحقيقة ليست حياة، نحن نعيش، أهلنا ولا سيما أهلنا الذين في الداخل يعيشون حياة أشبه بجحيم. أشكرك. نعود إلى الدكتور. طبعا لابد أن أنقل لكم تحية زملائنا أعضاء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، الأستاذ إبراهيم اليوسف، الأستاذ صالح جانجو،
وكثيرين الأستاذ عبد الكدار، وكثيرين من والأستاذ عبد الباقي حسيني اللي هو رئيس الاتحاد العام للكتاب ومخرج برنامجنا، ويهنئكم برأس السنة الجديدة. دكتور حازم، بعض الأطباء الشاطرين يوصفون مصطلحات الديمقراطية، الحرية، الاشتراكية كعلاج للمرض السوري المزمن الذي يصفونه بالمزمن لأنه بدأ منذ استلام عبد الناصر والحكمة القومية والحكومة البعثيين وتحديث، وبعدها آل الأسود الذي حول الوطن إلى مزرعة خاصة لهم، خاصة الأسدين من عهد الأسدين. هل توافقهم الرأي؟ يعني بالتأكيد اليوم الديمقراطية هي أصبحت الخيار الرئيسي، يعني أو خطوة رئيسية للتعافي في سوريا. يعني لكن إذا عدنا إلى فترة نصف القرن الماضي، أنا أعتقد كانت الديمقراطية موجودة على في جدول أعمال جميع القوى السياسية في سوريا، العربية والكردية وجميع القوى السياسية والمثقفين والنخب في سوريا طوال نصف قرن، وهم يضعون الديمقراطية على جدول الأعمال. لكن أنا أعتقد يعني ما بعد عام 2000 بدأت تظهر أهمية متزايدة للديمقراطية في قطاعات أخرى، يعني خصوصا مع ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية وغير ذلك والقنوات الفضائية. بدأت قطاعات أخرى كثيرة جدا تشعر في سوريا في الحاجة إلى الديمقراطية، وأعتقد هذا الأمر تكثف في الثورة السورية. يعني هذه الشعارات التي خرجت في بدايات الثورة في 2011 تنم عن حاجة السوريين إلى متنفس، إلى حرية، إلى ديمقراطية، إلى قول التحدث بصوت عالي من دون خوف أو من دون حسابات للدخول في معتقل أو لمحاسبة قضائية أو غير ذلك. خلال السنوات العشر دكتور عندك الصوت مش تمام مضبوط، يعني في خربشة، لو عندك سماعات بيكون أفضل دكتور. والله ما عندي سماعات، بس أنا كمان الصوت اللي عم بيوصلني كمان غير جيد، يعني يا دوب عم بحاول إني أفهم الكلام اللي عم بسمعه. يعني تمام، نكمل دكتور. دكتور، هذه المصطلحات أو هذه المفردات أو الكلمات كل واحدة منها بحاجة إلى بحوث ودراسات. الديمقراطية كلمة مطاطة، كيف أو ما هي السبل الواجب توفيرها أو الواجب توفيرها في سوريا مثلا؟ في الشرق الأوسط هناك مفهوم للديمقراطية، وفي العالم الأوروبي الديمقراطية عدة مفاهيم، كذلك الحرية. يعني يا ريت لو نوضح لمشاهدينا الكرام أي ديمقراطية، أي حرية نحتاجها. يعني باعتقادي هذا الكلام صحيح. يعني خلال السنوات العشر الماضية كانت الكلمة اللي موجودة على السطح العام هي كلمة الحرية. كلمة الديمقراطية يعني بالمستوى الشعبي كانت تقريبا شبه غائبة ولا تحضر إلا في برامج القوى السياسية. الحرية هي مفهوم إنساني عام. الديمقراطية يعني هي التجلي السياسي لمفهوم الحرية، إنه في الحقل السياسي كيف ممكن الحرية ممارستها، هي الديمقراطية. وأنا أعتقد واحدة من النقاط المهمة جدا خلال السنوات العشر الماضية اللي كانت غائبة والمسؤولية تعود في
على النخب الثقافية السياسية والقوى السياسية، اللي هي مسألة وضع دلالات لهذه المصطلحات، يعني حتى نتحدث لغة واحدة ما بين القوى السياسية والمثقفين والسياسيين يجب أن يكون لدينا دلالات متقاربة أو حوار بالحد الأدنى حول المفاهيم والمصطلحات. يعني الصوت لم تصل دكتور. قطع الصوت دكتور حازم. أتمنى من الأستاذ عبد الباقي حسيني أن يعيد الاتصال مع الدكتور مرة أخرى، لربما هناك يعني مشكلة تقنية. هل تسمع صوتي دكتور حازم؟ لريثما يصلح المشكلة التقنية عند الدكتور حازم، نعود إلى الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، ألو دكتور حازم، الصوت مو واضح نهائيا. يا ريت دكتور تخرج وتتصل مرة أخرى، أو المخرج يتصل معك مرة أخرى لنحل هالإشكالية. الصوت نهائيا مو واضح عندي. أستاذ صلاح، أهلا بك مرة أخرى. ريثما يعود الدكتور ونعيد السؤال عليه. دكتور أستاذ صلاح، الديمقراطية، الحرية، الاشتراكية، المدنية، التعددية، صرنا كلمات عديدة نسمعها من فترة الأزمة السورية، كل منها يحتاج إلى بحوث ودراسات. فأي بحث ودراسة تناسب الواقع السوري؟ أنا لا أتوقف كثيرا عند الشعارات وعند المصطلحات التي ينادي بها الجميع، ولكن أتوقف مليا عند التطبيق على أرض الواقع. خلال سنوات الأزمة السورية وجدنا الاشتراكي كيف تحول إلى الشيوعي، كيف تحول إلى إخواني، ووجدنا العلماني كيف تحول إلى موقع آخر، ووجدنا كيف الديمقراطي أصبح ديكتاتوري، وهكذا. أنا يهمني جدا إذا كنا ننادي بشعارات أن نستطيع أن نترجم شعاراتها ولو بنسبة على أرض الواقع، ولكن لمجرد شعار ارفع ما يحلو لك من شعارات. أنا يهمني كيف يمكن أن نطبقه على أرض الواقع. خلال الأزمة السورية كما قلت وجدنا يعني أدهشتنا تحولات كثيرة لأناس، لتيارات، لمجموعات. حتى يعني أنا أعرف الكثيرين غيروا مواقعهم 180 درجة، ومنهم كملها ل 360 درجة، وهكذا. في الواقع العملي نحن في النهاية كبشر نريد أن نعيش على هذه الأرض بوئام، نريد أن نفهم على بعض، نريد أن نخاطب بعض بالكلمة، نريد الرفاهية لمجتمعاتنا، لأبنائها، مستقبلا أضمن مستقر زاهر. هذا ما يهمنا تحت أي شعار كان، وتحت أي مصطلح كان لا يهم كثيرا، لأننا وجدنا أن كل المصطلحات يعني يمكن تركها في أي لحظة. المطلوب هو العمل من أجل حياة تليق بهؤلاء الناس، تليق بهذا المجتمع. يعني المطلوب هو وضع حد للعنف المزمن في كل بلداننا، في مناطق النزاعات، وضع حلول للنزاعات القائمة، إحقاق الناس التي هضمت حقوقها في الفترات الماضية. هذا هو المطلوب أنا برأيي، أكثر من يعني ركضنا ومشينا وراء المصطلحات. يعني في فترات ماضية كنا شيوعيين أكثر من الروس، وكنا مسلمين أكثر من أهل مكة كما يقال، وهكذا. في النهاية عندما بدأ الامتحان الحقيقي
فقدنا جميعا اتجاه البوصلة وارتبكنا، ويعني أخطأنا في تقديراتنا وفي قراءتنا للواقع السياسي، وبالتالي دفعنا وجعلنا شعبنا يدفع ثمنا باهظا. 10 سنوات من مقتل مطحنة تطحن بنا جميعا دون أن نتوصل حتى الآن إلى حل، دون أن نجد السبيل إلى حل، دون أن نقتنع أن ما نسير فيه وفق الحل العسكري، العنف، السلاح لن يأتي بنتيجة، دون أن نقتنع حتى الآن بأننا بحاجة إلى حوار داخلي كردي سوري عربي. السوريون لا زالوا يعيشون شبه غرباء عن بعضهم. نحن بحاجة إلى تفعيل قنوات الحوار واسترداد الإرادة السورية والانطلاق بوفق آلية جديدة، أسلوب جديد، بمفاهيم جديدة. أنا كل هذه الشعارات وجدنا ناس كانوا في قمة اليسارية أثناء الثورة السورية. اقرأ مقالاتهم، تصريحاتهم، ستجد أن يعني عايش بقرون وسطى، بأن أحلامه غير، يعني مطالبه مكنون نفسه غير ما يظهر به، وهكذا. يعني كانوا ينادون بالحرية، كانوا ينادون بالمساواة، كانوا ينادون بالمواطنة، مساواة الكردي مع العربي مع السرياني مع بقية المكونات السورية. وإذا تفاجأ بعض الأشخاص الذي كنا يعني نراهن عليهم في إحداث تغيير، أصبح يتهم قومية كاملة بالغدر، وآخر أصبح يتهمهم بالنور، وآخر يتهمهم بالبواجية. يعني ظهرت في الحقيقة أشياء لم نكن نتوقعها، وهذا يعني أننا لم نجيد القراءة الصحيحة للواقع السوري، للفكر السوري، لثقافة المواطن السوري. دكتور، هذا الفكر وتلك الثقافة السورية التي تتحدث عنها أليس بحاجة ماسة إلى التجديد، إلى فكر جديد ووعي جديد؟ دكتور، نحن شفنا يعني لابد، يعني أنت تقول الحل بحد ذاته يحتاج إلى آليات، يعني يحتاج إلى آليات جديدة. يعني مثلا نقول سوريا الفيدرالية، يعني غالبية أو كل الكرد وغالبية السوريين ما عدا الطبقة السياسية المستفيدة، ما بدنا نسميها يعني كما يسميها شعبنا بالمرتزقة، غالبيتهم يعني ينادون بسوريا اتحادية فيدرالية ديمقراطية تعددية. ما هي الآليات اللي ممكن تحقيق هذه الأماني أو هذه الجمل أو تلك الأماني التي ننشدها جميعا؟ أنا كمواطن كردي سوري، ككردي تعرض خلال قرن كامل منذ تأسيس الدولة السورية إلى اليوم، قرن كامل، إلى اضطهاد. طبعا تفاوتت من فترة إلى فترة، وإلى قوانين استثنائية عنصرية مورست بحقي وطبقت بحقي كقومية كردية، كقومية ثانية تعيش في هذا البلد. وبعد أحداث الثورة السورية، علما أن الكرد كانوا يعني واجبهم كمواطنين يؤدون واجبهم كمواطنين، ولكنهم لا ينالون حقوقهم، يؤدون الواجب ولا ينالون الحقوق. أثناء هذه السنوات العشرة من الحدث السوري اتضح لي أنا شخصيا يعني أن نظرة وفكر المعارضة السورية، ولا سيما ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، لا يختلف كثيرا عن نظرة وفكر النظام نفسه. أنا كقومية شريكة للقومية العربية، للقوميات والمكونات الأخرى في سوريا، هذا المشهد يرعبني، يخيفني أكثر. الناس هذا ما سنناقشه، نعود إليه بتفصيل، ولكن نرحب مجددا بالدكتور حازم النهار. نورتنا من جديد دكتور. تحياتي. أنا ماني سامع الصوت عم بيوصلني مشوش للأسف. دكتور، الآن صوتك واضح لنا، واضح تماما، وكل المشاهدين بيسمعها بشكل واضح. يعني هلا حاليا الصوت أنا ما عم بفهم شيء من الكلام.
عم بسمع صوت بس ما عم بفهم شيء منه يعني. صوتك واضح جدا عندنا دكتور. إيه، صوتكم انتم مش واضح بالنسبه إلي. تمام. ما بعرف هل لدى مخرجنا الحل، ما بعرف. المهم دكتور، سؤالنا كيف، يعني باختصار نحن قطعنا نص مدة البرنامج دكتور، والسؤال الأهم أو المهم والأهم، هل هناك سبل مفاهيم جديدة للديمقراطية، للحرية، للتعددية، للفيدرالية؟ يعني هذه المصطلحات درجت بمرحلة الأزمة السورية، أغلبية السوريين ما كانوا يعرفوها حتى، يعني أو إن كانوا يدركوها فلم يدركوا أفاقها ومعانيها. يعني الآن فهمت السؤال، هو عن المفاهيم المستخدمة، الديمقراطية والحرية وغيره. تماما. آلية تطبيقها في واقعنا السوري، آلية تطبيقها في واقعنا السوري. أنا بعتقد واحدة من المسائل المهمة جدا وكانت غائبة طوال العقد الماضي هي جلوس المثقفين والنخب السياسية والقوى السياسية لإجراء حوار سياسي حقيقي. أنا أعتقد أنه لم تحدث حالة حوار سياسي حقيقية طوال السنوات العشر الماضية. يعني كل المؤتمرات واللقاءات التي كانت تحدث، كل طرف أو كل قوة أو كل شخص يأتي ومعه جملة من الطلبات أو التي يعتقد أنها مصالح أو التصورات أو الأهداف، يأتي وليضعها على الطاولة، ويصبح مجرى الحوار هو باتجاه المحاصصات وباتجاه بناء توافق ظاهري ومؤقت من دون الدخول في التفاصيل والحوار حول النقاط الأساسية. يعني أنا أعتقد أنه لم تحدث حالة حوار مثلا حول مسألة الديمقراطية، حول مسألة الدولة، حول مسألة اللامركزية، حول مسألة النمط الاقتصاد المستقبلي في سوريا، مسألة الدستور والقانون. لم تحدث حالة حوار حول كل هذه المفاهيم وهذه الأفكار. فبالتالي يعني كانت أي وثيقة تظهر عن طرف من الأطراف أو مجموعة أطراف هي عبارة عن كلمات عامة يتواطأ الحاضرون على أنها تمثلهم من أجل أن يخرجوا إلى الإعلام ليقولوا إننا نمتلك نفس الرؤية، لكن هم في الحقيقة لم يتحدثوا في التفاصيل. يعني مثلا كنا نقول دائما بالنسبة للقضية الكردية في سوريا، حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في ضوء وحدة سوريا أرضا وشعبا. يعني هذه المقولة أذكرها يعني من عام 2000 حتى ما قبل الثورة، من عام 2000 لل 2011 ونحن نكرر هذه العبارة، لكننا لم نناقش كل كلمة من كلمات هذا السطر أو هذه الأهداف ولنتفق عليها، ليظهر فيما بعد أننا مختلفون حول كل كلمة من هذه الكلمات. دكتور اسمح لي هنا، هذا ما كنا نقوله في أيام ربيع دمشق وثم إعلان دمشق، ولكن لم ندرك معانيها. الآن الشعب الكردي، كل الشعب الكردي في سوريا يطالبون بنظام اتحادي يعني فيدرالي، ولكن الآخرون شركائنا بالوطن وخاصة المكون العربي يرعب من كلمة الفيدرالية. لماذا بذلك؟ هل هي فعلا فيدرالية مقدمة لتقسيم سوريا، أم كما يقول الكرد هي تنمية لوحدتهم الوطنية؟ يعني أنا أيضا أعتقد هنا للدقة أخ سليمان أنه يفترض أي شخص منا لا يتحدث باسم مجموعة من البشر، يعني من مجموعة من السوريين الذي ظهر أن أحدا منا لا يمثل أحدا. يعني اليوم أنا لا أتجرأ وأقول
أن الشعب السوري كذا، أو أهل دمشق كذا، أو الكرد بسوريا كذا. يعني هذا قياس الرأي العام أيضا هو مسألة علمية، ولا يمكن أن تحدث إلا ضمن معايير معينة تستند إلى العلم السياسي. لكن بالعموم يعني أيضا مسألة الفيدرالية واللامركزية هي من المفاهيم المختلف عليها. يعني أنا دائما أقول هذه المفاهيم ليست ملائكية وليست شيطانية. نحن من نجعلها ملائكية أو نجعلها شيطانية بحسب الطريقة التي نفهمها بها، أو بالطريقة التي نؤديها أو نخدم بها. يعني أنا ليست لدي مشكلة مع أي مصطلح من هذه المصطلحات. تعالوا لنذهب إلى الحديث في التفاصيل، إلى الحوار العميق حول هذه المفاهيم، لنعرف هل نحن متفقون أم نحن مختلفون. وأنا أثق أنه عندما نذهب إلى الحديث في التفاصيل، في تفاصيل هذه المصطلحات، تفاصيل هذه الأهداف، سوف نجد قواسم مشتركة حقيقية، بدلا من الاتفاق على أهداف عامة نتواطأ. يعني أنا أسمي كل اتفاقاتنا بالمعارضة حتى ما قبل 2011 يعني كانت اتفاقات فيها شكل من أشكال التواطؤ. يعني كل منا نوافق على نفس الهدف، لكن كل منا يختزن في داخله معنى وتفاصيل مختلفة عن معاني وتفاصيل الآخرين، لأننا لم ندخل في حالة حوار عميق. بالتالي نقسم أنفسنا إلى معسكرات متعادية متخندقة، كل منا يسيء فهم الآخرين ويخون الآخرين ويشتم الآخرين وينظر إلى نفسه أنه هو ملك الفهم وهو المعني بالحفاظ على مصالح هذه الفئة أو تلك من الشعب السوري. وأنا أعتقد هذه الطريقة في التفكير وهذه الآليات في العمل لا تنتج إلا أوهاما عن الذات وعن الآخرين. من لديه ثقة بنفسه، من لديه ثقة بأهدافه، بمشروعه، بوطنه، يجب أن يقبل الحوار التفصيلي العميق ومناقشة كل شيء والخروج من ثم باتفاقات يعني تفصيلية عميقة مفهومة من الجميع من دون إساءة فهم. لابد أن تكون هناك قواسم مشتركة. يعني إذا كان بين الحجر والنبات والحيوان هناك قواسم مشتركة، هل من المعقول ألا تكون هناك قواسم مشتركة بين السوريين؟ هذا أمر مستحيل. يعني أنا أدخل أي حوار مع أي مجموعة من السوريين وسلفا أضع في بالي هناك قواسم مشتركة تجمعني أنا وهذا الآخر، أن هذا السوري الآخر أيا يكن من أي بيئة من أي منطقة أيا تكن لابد أن تكون هناك قواسم مشتركة. دكتور، أتمنى المخرج يعيد سؤال فناننا شرقار بابك. أسألك دكتور أنه في سوريا هناك عدة أمريكات وشعوب طبعا، والحل الأمثل هي الفيدرالية والاعتراف بالشعوب والقوميات التي تعيش في سوريا وبشرط الإقرار والاعتراف الدستوري بهم. يعني بالحقوق الشعوب في هناك مكونات عديدة في سوريا، والحل الأمثل يراها هو طبعا شغال هو فنان كردي معروف، يعني يقول الحل الأمثل هو الشكل الفيدرالي الذي يضمن حرية يضمن تحقيق آمال كل المكونات السورية ويقوي وحدتها الوطنية. تمام عزيزي، يعني أنا أدرك أن مثل هذا الهاجس موجود عند قطاع مهم من السوريين، لكن أعود لفكرتي. يجب أن نحدد، كل منا يحدد معاني هذه المصطلحات التي يتحدث بها واستنادا للعلم السياسي والفكر السياسي. يعني مثلا كلمة الشعب هي أمر مختلف عن كلمة القومية، والقومية مختلفة عن
الإثنية، والإثنية أيضا مختلفة عن المجتمع. يعني عندما نقول في سوريا عدة شعوب أو عدة قوميات أو عدة إثنيات أو غير ذلك، أعتقد كل مصطلح من هذه المصطلحات يحتاج إلى حديث تفصيلي كبير. وكثير من الأوهام والرؤى والتصورات تبدأ بداية خاطئة. يعني من البداية هناك نقطة انطلاق خاطئة في مقاربة الأمور، نتيجة أنا اللي سميته ببداية الحديث هو نقص المعرفة أو نقص الوعي أو عدم الاطلاع بالحد الأدنى. دكتور حازم، يعني حتى يكون لدينا اتفاقات. دكتور باختصار، كدكتور حازم باحث سياسي، يكون لدينا اتفاق. دكتور حازم كباحث سياسي، تفضل. هل انت تؤمن بالفيدراليه لسوريا القادمه، سوريا الجديده التي ينشدها ان لم نقل الكل غالبيه العظمى من الكرد السوريين، وهو المكون الثاني؟ يعني فهل توافق انه يكون شكل الدوله السوريه القادمه او حكم السلطه تكون سلطه دوله ديمقراطيه عدديه فيدراليه؟ انت كدكتور حازم، وباختصار قبل ان نعود الى الاستاذ صلاح. يعني انا ايضا اعتبر اي سؤال من الاسئله تتم الاجابه عنه بنعم او بلا، يعني معناه نحن لا نقرا الواقع السياسي. يعني ما هو العلم السياسي مش اكله، يعني انت بتحب البطاطا ولا ما بتحب البطاطا، يعني يا بدي جاوبك نعم او لا. هي اصلا اكثر الاجابات حماقه بالعلم السياسي هي الاجابه بنعم او بلا. انا فيني جاوبك نعم ضمن الشروط التاليه ولا ضمن الشروط التاليه، وهذا يحتاج الى تفصيل. طيب دكتور حازم، اذا كان نعم كيف واذا كان لا كيف؟ دكتور حازم، اذا كان باختصار، اذا كان نعم باي شروط، واذا كان لا باي شروط، بشكل مختصر موجز. يعني اولا الفيدراليه ليست كلمه شيطانيه، وكلمه هي متداوله ضمن العلم السياسي وضمن علاقات المجتمعات الداخليه باي بلد من البلدان. لكن اعتقد ايضا انه هي درجه ما من درجات اللامركزيه. يعني نحن كلمه الفيدراليه مش كلمه معلقه في الهواء، هي احدى درجات اللامركزيه. فبالتالي خلينا نحدد نحن اذا بدنا نحن يكون في عنا دوله وطنيه ديمقراطيه سوريه، ما هو الحد الادنى؟ ما هي شروط الحد الادنى لوجود دوله وطنيه ديمقراطيه سوريه؟ باقي المسائل تصبح تفاصيل او تصبح يعني على اقل تقدير من الممكن تفهمها وحلها. يعني مثلا حتى يكون لدينا دولة وطنية ديمقراطية سورية، واحد يفترض أن يكون لدينا دستور وطني سوري واحد. يعني في عندنا بالبلد 4 أو 5 دساتير، كل منطقة لها دستور، فعندنا لازم يكون في عندنا دستور وطني سوري. النقطة الأخرى، يفترض يكون في عندنا بسوريا الوطنية الديمقراطية أجهزة جيش واحد وأجهزة أمنية واحدة. يفترض يكون عندنا في سوريا المستقبلية سياسة خارجية واحدة. على هذه النقاط الثلاث أنا بعتقد هي مقومات وجود دولة وطنية. هلا يضاف إلى البعد الرابع اللي هو النظام الديمقراطي. يعني الفيدرالية هي أحد أشكال النظام الديمقراطي، لكن النظام الديمقراطي في الأصل له جملة من المعايير والأسس الأساسية. يعني ما قبل الفيدرالية لدينا النظام الديمقراطي، إذن السياسة الخارجية، النظام الديمقراطي، الجيش
والأجهزة الأمنية، الدستور الوطني. هذه المحددات الرئيسية هي التي تبني الدولة الوطنية الديمقراطية. عدا عن ذلك أنا مع إتاحة الحرية، هذا وجهة نظري الشخصي طبعا، لا بمثل حدا ولا بحكي باسم حدا. أنا مع إتاحة الحريات البقية بما لا يتعارض مع هذه النقاط الأساسية، لأن هذه النقاط الأساسية هي التي تحافظ على وجود الدولة. يعني الفيدرالية حتى يكون لأي فيدرالية أو شكل ما من أشكال الفيدرالية أو أي شكل آخر، حتى يكون له وجود يفترض أن تكون له حاضنة موجودة. هذه الحاضنة هي وجود هذه الدولة الوطنية الديمقراطية، هي التي تجعل من أي نمط فيدرالي أو لا مركزي هو شكل من أشكال تعميق الديمقراطية والمزيد من الديمقراطية، لا أن يصب في اتجاهات أخرى. دكتور، سنعود إليك حينما نسمع تعليق الأستاذ صلاح على كلامك، وهو شخص سياسي كردي معروف ويعرف ويدرك ويحمل آلام الشعب الكردي وآماله بالنظام الفيدرالي. دكتور أستاذ صلاح، ما تعليقك على ما تفضل به دكتور حازم؟ يعني أعتقد أن ما يطالب به الكرد السوريون إما أن الجانب الآخر لا يريد أن يفهم، أو أننا نحن الكرد لا نستطيع أن نوصل خطابنا إلى الطرف الآخر. الكرد بجميع أحزابهم وتشكيلاتهم لم يطالبوا يوما بالانفصال عن الوطن السوري. الكل مجمع تقريبا بنسبة كبيرة جدا بأنهم يطالبون بحقوقهم ضمن الدولة السورية. وعندما يطالبون بالفيدرالية، وللفيدرالية أشكال مختلفة بين الفيدرالية السويسرية إلى الفيدرالية الروسية إلى الألمانية، هناك أشكال مختلفة. كل ما يطالب به الكرد أنهم يريدون أن يديروا مناطقهم بأنفسهم، تاركين المسؤوليات السيادية التي تطرق إليها الدكتور حازم من الخارجية والمال والاقتصاد والدفاع للمركز. الكرد الطبقة السياسية المثقفين على الأقل يدركون هذا. عندما يطالبون بالفيدرالية يعون جيدا أنهم صلاح، يا ريت كان صوتك واضح، يا ريت الآن في خدشة بصوتك عندك. يعني عندما يطالب الكرد بالفيدرالية هم يعنون بالضبط ماذا يعنون بالفيدرالية. هناك مناطق كردية ثلاث معروفة تاريخيا: عفرين وكوباني ومنطقة الجزيرة بمدنها العديدة. هذه المناطق يجب أن تكون ضمن إقليم واحد، أن تدار كوحدة سياسية ضمن سوريا الوطن. المواقع السياسية والجغرافية، المناطق السيادية، المسؤوليات السيادية كما تطرق إليها الدكتور حازم، ندرك جيدا أنها من صلاحيات المركز: الدفاع، الخارجية، رسم السياسات وما إلى والاقتصاد. يعني هذا معروف. الكردي متهم دائما أمام الآخر بالانفصال، علما أن الكرد لم يطالبوا بالانفصالية، الكرد السوريون تحديدا، ولا في يوم من الأيام. هم دائما يناضلون ويسعون أن يكونوا جزءا من هذا البلد الذي اسمه سوريا، علما أنهم موجودون في مناطقهم قبل أن تتسم حدود سوريا الجغرافية، أي قبل 100 عام. الكردي موجود على أرضه في العفرين وفي الكوباني وفي الجزيرة. ومع ذلك القراءة الواقعية للأحداث، القراءة السياسية، الطبقة المثقفة، النخبة تدرك جيدا أن مستقبلها في الوقت الحالي مع الشعب السوري. أنا من الأشخاص الذين أنا أؤمن بأننا بالحوار نستطيع أن نكون شركاء في سوريا المستقبل. ولكن في معضلة، في نقطة أهم من مسألة الفيدرالية. هناك بعض الناس تصر على أن سوريا هي عربية، هي جزء من الوطن العربي، لا وجود لقوميات أخرى فيها. هذه مشكلة حقيقية يجب أن نسعى لحل هذه الإشكالية. سوريا رسمت
خريطتها جغرافيتها قبل 100 عام، بينما الناس الموجودة على أراضيها موجودة منذ مئات السنين. إذا أصر الجانب الآخر على تسمية سوريا بالعربية سيتولد هناك ردود أفعال يعني ربما متطرفة أيضا في الطرف الآخر. أنا أدعو النخبة المثقفين الكتاب يعني إلى تطرق لهذه المفردة بالذات. يعني سوريا ليست بلدا عربيا، ليست أرضا عربية بالكامل. هناك عرب أكثرية موجودين، وهناك مكونات قوميات أخرى تعيش على هذه الأرض. أنا لا أعرف ما هي الخطورة التي يشكلها الكردي على العربي، أنا لا أعرف ما هي الخطورة التي يشكلها الكرد السوريون على شركائهم في الوطن السوري. يعني أنا لا أعتقد ولا أرى أن هناك خطورة نهائيا. كل ما يطالب به الكرد يطالبون بحقوقهم ضمن الوطن السوري، وهذا لا يشكل خطرا على سوريا، بل من وجهة نظرنا يعزز الشراكة في سوريا، يشعر المواطن الكردي أنه صاحب حق وليس مواطن درجة ثانية كما كان في العقود الماضية، يعطي دفعا يعني للعمل من أجل الوطن أكثر، لشراكة أعمق. أعتقد أن هذا التخوف من الجانب الآخر غير مبرر. الكردي هو الذي يجب أن يخاف، لأنه تعرض إلى قوانين ظالمة جائرة بحقه خلال الحقبة الماضية، وخلال سنوات الحدث السوري لم يرى الكردي ما يعني يسلي صدره، ما يطمئنه على المستقبل. أعتقد أن المهم هو تضمين حقوق المكونات كلها في دستور الدولة. الدستور شيء مهم جدا، ولذلك تسعى القوى التي لا تريد الخير لسوريا إلى احتكار حتى هذه اللجنة الدستورية المكلفة. هي تلت تركي وتلت، يعني تركيا هي عينتهم، وتلت إيران عينتهم، وتلت هو يعني روسيا عينتهم. أين السوري من موضوع كتابة الدستور؟ هؤلاء يريدون أن يقطعوا الطريق أمام السوريين الذين يجب أن يكتبوا هم أنفسهم دستور بلادهم. إذا صلاح، هناك سؤال مهم من زميلنا عبدال ثلاري يقول إذا أنتم بيناتكم الحركة السياسية الكردية بيناتكم مو متفقين على موقف موحد، فكيف تريد من الآخر الاتفاق معك؟ يعني هناك يعني الحركة الكردية لم تكن قادرة على مواكبة الحدث كما رأيت على الشاشة. ما تعليقك على ذلك قبل أن ننتقل إلى الحركة الكردية؟ لا الحركة الكردية ولا النخبة العربية يعني لم نكن جميعنا على قدر المسؤولية خلال الفترة الماضية. هاي واحد. اثنين، خلافات البينية لا يعني أن هناك خلافات في المسائل الجوهرية. رغم اختلاف أحزاب الحركة الوطنية الكردية إلا أنها تتفق في النهاية على أن الكرد في سوريا يجب أن ينالوا حقوقهم ضمن الوطن السوري، بغض النظر عن تفاصيل صلاحيات مثلا الإدارة الذاتية أو الفيدرالية أو الفيدرالية الموسعة وما إلى ذلك من مصطلحات. هناك اتفاق عام، وهذا أنا برأيي كثير مهم، أن الكرد السوريين يعتبرون أنفسهم سوريون ويطالبون بحقوقهم ضمن الوطن السوري، وهذا ما يجب أن نسعى الاعتراف بحقوق القومية الوطن بهذه الحقيقة. تفضل. أنا دكتور عفوا أستاذ صلاح، يعني باختصار الاعتراف بالحقوق القومية يعني دستوريا. طبعا الأكراد، أنا من وجهة نظرنا الكرد هي القومية الثانية في البلاد، يجب أن يتم تضمين حقوقها في دستور البلاد، بل أن تكون هناك مواد فوق دستورية تحمي هذه الحقوق، لأن هناك من دائما يكرر مقولة، وهي مقولة طبعا يعني يراد بها باطل. يعني في ديمقراطية بنساوي نظام ديمقراطي، في البرلمان القادم بنصوت على حقوق الأكراد، إذا الأغلبية قالوا أوكي ما قالوا لا معناتها لا. في حلول لهاي يعني التفاصيل. أنا برأيي من خلال مواد فوق دستورية
تأمين حقوق الأقليات ضمن دستور البلاد، سيما أن هذه المكونات الكرد والمكونات الأخرى لا يطالبون بحقوق تعجيزية ولا يطالبون بأشياء يعني تشكل خطرا على الآخرين، هم يطالبون فقط بحقوقهم وضمن دائما تحت سقف الوطن السوري. هذا ما سنسأل الدكتور حازم. الكرد لا يطالبون بحقوق تعجيزية، لا يطالبون بمعجزات، إنما يطالبون بتثبيت حقوقهم دستوريا، حقوقهم كقومية ثانية تعيش على أرضها تاريخية. تفضل دكتور حازم. الصوت تمام. تفضل. تمام دكتور حازم. الآن أغلقت. أفتح الصوت دكتور. تمام. مسموع صوتي؟ واضح. طيب، يعني الحقيقة أنا بداية يعني أبدا الأحاديث أو الحوارات اللي بدخلها بصفتي إنه أنا عربي والطرف الآخر أمامي إنه هو كردي. يعني أنا بنظر لنفسي إنه أنا قادر دافع عن كل المواطنين السوريين، عربا وكردا وأثوريين وتركمانا، بنفس القدرة وبنفس السوية. وأنا إذا كان لي آراء محددة فهي آراء لا تتبع المنبت بقدر ما هي تتبع تفكيري السياسي. يعني أنا الآراء اللي نرحب بك ونعتبرك أكرم صديقا للشعب الكردي. ليس معناها إنه يعني أنا ما قادر إنه أدافع عن الأكراد أكثر من الأكراد أنفسهم، لكن أنا أدافع استنادا للتحليل السياسي. يعني أنا أقرأ الواقع السياسي. يعني مثلا أنا لا أعتبر أن في سوريا هناك شيء اسمه شعب كردي ولا شعب عربي ولا شعب سوري. يعني نحن في الأصل كسوريين لسنا شعبا. يعني نحن لم نعش طوال 50 سنة خلال الفترات الماضية بصفتنا شعب. نحن أفراد، جماعات، إثنيات، لكننا لم نشكل شعبا لسبب بسيط، هو غياب الدولة. يعني عندما تغيب الدولة الوطنية يغيب الشعب. هذا شو بيعطينا؟ بيعطينا فكرة إنه كلمة الشعب ليست معطى، يعني ما هي جاية من الماضي، إنما هي مسألة يجب أن نصنعها صناعة كسوريين. يعني نحن عندنا أهم مسألة إنه كيف ممكن نتحول نحن السوريين إلى شعب حقيقي. يعني إذا بتذكروا بداية الثورة إنه السوريين كانوا من القامشلي للجولان وهن عم بيرددوا الشعب السوري واحد. هلا ما في شعب بالدنيا بيأكد المؤكد إلا لو كان هو عنده شعور إنه هو فاقد هذه السمة. يعني ما في داعي، الشعب هو شعب واحد. يعني وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني لو ما كان عن هذا النقص في كوننا شعب ما كنا أكدنا على المؤكد. فبالتالي أنا رأيي تنبع من يعني وجهة نظري وتفكيري السياسي، وليس باعتباري إنه أنا عربي ولا كردي ولا أثوري. أنا بالنسبة لي أنا الانتماء الأولي واللي بدأ يكون عند كل السوريين هو الانتماء الوطني السوري، لأنه هذا الانتماء هو اللي بيصنع الدولة. هلا كل قسم السوريين لديه الخصوصية، آمنا بذلك وسلمنا، لكن أنا لا أستطيع أن أنظر لأي خصوصية في سوريا عربية كانت أو كردية أو آثورية إلا من باب الوطنية السورية. يعني أنا أنظر إلى المشكلة الكردية في سوريا أو القضية الكردية في سوريا من زاوية نظر لها علاقة بالوطنية السورية وبناء الدولة الوطنية السورية الديمقراطية الحديثة
مستقبلا. وكذلك بنفس المنظار أنظر إلى العرب والآثوريين وإلى كل جماعة بشرية موجودة في سوريا. نحن في حاجة أن نتحول كسوريين إلى شعب، وهذه مسألة تحتاج إلى صناعة وإلى جهد. وهنا يأتي دور النخب الثقافية والسياسية. أنا اللي شفته عبر السنوات العشر الماضية، وعذرا يعني سلفا من وجهة النظر هي، أنا شفت أنه بسوريا لا يوجد يعني نخب ثقافية سياسية قامت بدور إيجابي على مستوى الوعي العام. يعني أنا اللي شفته أنه أغلب السياسيين أو المثقفين تخندقوا، فلان صار كردي، فلان عربي، فلان مع إسلامي، فلان. يعني أنا بعتقد أنه كل هاي المسائل في ظل غياب الوطنية السورية أو الرؤية الوطنية السورية أو الإيمان بالدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، أنا بعتقد أنه هي نقمة ستكون على الكل وليست على مجموعة ضد الأخرى. دكتور اسمح لي هنا، يتوجه للأخ صلاح. دكتور اسمح لي هنا بسؤال، سؤال مهم جدا. السؤال اللي توجه لصلاح. تفضل دكتور. أنا ككردي مثقف سوري، وكيف بدي أشعر بكرامتي الإنسانية والوطنية وأنا صباحا مساء في المدارس أردد حماة الديار وبلاد الشام من الشام لبغداني. يعني أنا لحد الآن هويتي مكتوب عين سين، يعني عربي سوري. أنا كيف بدي أعيش كأسعى الشعور بسوريتي وبهويتي مكتوب عين سين وبنشيد الوطني بلاد العربي من الشام لبغداني؟ يعني إذا وين بلدي أنا كإنسان كردي؟ وين كرامتي الإنسانية والوطنية؟ تفضل دكتور. أنا غاب الجزء الأخير من كلام. غاب الجزء دكتور، الأخير. النشيد الوطني السوري بلاد العربي بأوطاني من الشام إلى بغداني. أنا ككردي كيف بدي أنا وقت أسمع هذا أشعر بإهانة كإنسان كردي يعيش على أرضه التاريخية وغير معترف فيه بوجوده أصلا. كيف بدي أشعر بالانتماء لهذا الوطن؟ فألا يدعو ذلك أن نحدد ما هو ملامح وشكل الوطنية، تعريف إعادة الاعتبار أو إعادة تعريف الوطنية؟ يعني بالتأكيد يعني نحن المسألة الوطنية السورية أيضا مثل غياب مسألة الشعب عنا، أيضا هناك غياب لمسألة الوطنية السورية. يعني الوطنية السورية أيضا تصنع صناعة، يعني نحن مدعوون لصناعة هذه الوطنية السورية. سوريا إن كانت هي نتاج، يعني كما يحكى عادة، اتفاقية سايكس بيكو، يعني لكن لا توجد دولة في العالم خلقت أو ولدت ولادة طبيعية. لا توجد أي دولة في العالم ولدت ولادة طبيعية. وإذا كان سواء بالنسبة للعرب أو للكرد، يعني العرب يشعرون بسايكس بيكو أنها ظلمتهم، والكرد يشعرون أن سايكس بيكو أيضا ظلمتهم. يعني الطرفان، إذا جاز التعبير سميناهم طرفين، متفقين على أنه سايكس بيكو كانت مشكلة بالنسبة لهم. وأنا بعتقد يعني من هون تبدأ المشكلة. يعني إذا بنرجع للتاريخ، لا توجد دولة عبر التاريخ ولدت ولادة طبيعية. طيب نحن اليوم الدولة المعترف عليها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنطقة هي سوريا بالحدود اللي موجودة فيها، اللي هي نتاج سايكس بيكو. يعني نحن صار مثل الأم اللي إجا عندها ابن مشوه، بتكره ابنها
ولا بدها تتاقلم مع هاي الحاله بالاخر وتصير تحب ابنها؟ يعني نحن سوريا بوضعها، انا بشعر انه العرب يكرهون سوريا بحدودها القائمه ويعتبرون ان العالم ظلم العرب وكانت سايكس بيكو نقمة عليهم، وكذلك الكرد ينظرون بنفس الطريقه ان سايكس بيكو ظلمتهم. سوريا هي ابننا، اعتبروه مشوه، اعتبروه ولد ولاده غير طبيعيه، لكن هذا ابننا، هذا هو الموجود. ولا توجد دوله عبر التاريخ لم تتعرض الى تغير في حدودها او ولدت ولاده طبيعيه. اذا نحن امام حقيقه علميه سياسيه هي وجود سوريا بالحدود الموجوده. هذه سوريا اللي بالحدود الموجوده بدنا نقرا الجانب الديموغرافي. من المهم يعني حتى لو هناك من يقول لي ان سوريا جزء من الامه العربيه، بلاد العرب اوطاني من الشام الى بغداد، يعتبرون جزءا ويصرون على ان تكون عضوا فعالا في الجامعه العربيه في المؤسسات العربيه. وانا ككردي لست عربيا، لماذا يكون الجزء العربي عضوا في الجامعه العربيه وبنفس الوقت يرفضون ان اتكلم بحقوقي القوميه بوطني ككردستان الكبرى؟ يعني مثلا اذا كان هذا التفكير السائد الان بين غالبيه المعارضات الرسميه. يعني يا عزيزي، ما هو يعني نحن السوريين اليوم نتاج نصف قرن من نمط التفكير اللي كان سائد. نحن بحاجه انه نتجاوز ايجابيا ما حدث خلال نصف قرن، لكن يعني ما التجاوز على طريقه انه يعني كل واحد يروح لحاله او كل واحد يروح يفكر بحل لسوريا لوحده. انا بعتقد هون ما بنكون واعيين، بنكون عم نرد يعني كمراهقين على ما حدث، وهذا شكل من اشكال الاداء السياسي، ان كان للقوى السياسيه خلال الفتره الماضيه ولا للنخب بسوريا. كان اداء مراهق من حيث انه كله بني على ردود افعال، مو على تحليل سياسي او انطلاقا من مشاعر عرقيه او اثنيه او غيره. نحن في حاجه الى تفكير سياسي صائب. انا معك بهذا الظلم الذي تعرض له السوريون الكرد بسوريا. طيب نحن اليوم معنيين بازاله هذا الظلم، على الرغم من انه انا يعني بدي اجي انا اعطيك مثلا ما بدي اكرر كلام انه الاخرين عندهم مظلوميات، لكن ايضا فكروا فعلا بهذا الامر، او خلينا كلياتنا نفكر ونفهم هواجس بعض. الحقوق تؤخذ ولا تعطى. انا اطالب ان تعترف بحقوقي دكتور، لا تعطيني. يعني انت كمان مثلي، انت العربي، انت الاخر المسلم مكتوب الاراده مقموع. لا، انا فقط اريد منك الاعتراف بحقوقي. يعني هو انا عن جد اسف جدا لانه ما كل الكلام عم بفهمه نتيجه الصوت سيء. يعني من الكلمات اللي عم بفهمها حينما نطالب العربي بالاعتراف بحقوقنا. نعرف ان كل السوريين مقموعين، كل السوريين لا إله لهم، العرب مقموعين كلهم، ولكن نطالب النخب العربيه السياسيه الثقافيه فقط بالاعتراف بحقوقنا كشعب يعيش على ارضه التاريخيه. فقط نريد منكم الاعتراف دكتور، وليس اعطاء. الحقوق لا تعطى، انما الحقوق تؤخذ دكتور. يعني وطبعا انا اؤكد لك كذا مواقف لحد الان من مو كذا، يعني من الغالبيه العظمى من السياسيين والنخب السياسيه العربيه السوريه تصر حتى على اسم الجمهوريه العربيه السوريه. يعني انا وجهه نظري بهذا الامر واضحه وكتبتها يعني، وبعتقد اكيد عم تكون اطلع على هذا الامر. لكن يعني انا في وجهه نظر دائما سائده عند السوريين، وما تعتقدوا انه هي فقط عند السوريين الكرد، واللي هي انه الكل بده تطمينات.
هو ما بنعرف مين اللي، يعني اذا كان الكل بده تطمينات ما عارفين مين اللي بده يطمن هاي الناس كلياتها. يعني مثلا عندنا اهالي الجولان النازحين، وانا واحد منهم، اللي نزحوا من سنه 67 نتيجه الاحتلال الاسرائيلي. انا على ثقه انه نسبه ضئيله جدا من السوريين لديهم اطلاع على ما عانوه ابناء الجولان من نزوح وتشرد يعني مثل اللي عم نشوفه اليوم. طيب انا على ثقه انه اهل حما لديهم مظلوميه يمكن ان يروا فيها عشرات السنين، وانا على ثقه انه ابناء كل المدن الطرفيه في سوريا او اللي على الحدود كلها عانت التهميش. يعني الجزيره باكملها، الرقه ودير الزور والحسكه والقامشلي، كل هاي المنطقه عانت ظلم واهمال على الرغم من ان سوريا نتاجها الاقتصادي والقومي الى اخره يقوم على ابناء هذه المنطقه. وانا على ثقه ايضا ما في اصعب من انه الواحد يعيش ببلد ويشعر انه هو مواطن درجه ثانيه. وهذا الامر انا بعتقد يعني هو ظلم كبير وقع في حق الكرد السوريين. لكن تعالوا نتجاوز كلياتنا كسوريين، ما بالكلمه والموعد الحسنه لكن بالتفكير السياسي. يعني ما حدا يظن منا انه هو اذا بشد الحافله عنده بهالطريقه هاي انه هو بيكون عم بيحل المشكله، هو بيكون عم بيساهم بمفاقمه المشكله والظلم الواقع عليه بطريق من حيث لا يدري. انا بعتقد يعني مهم جدا انه نتفهم يعني الماضي هذا اللي راح، مهم جدا انه فهمه. يعني انا ليش اليوم كسوري مطلوب مني انا كمواطن سوري اتحمل الظلم اللي وقع على الكرد السوريين وانا ما كان عندي اطلاع عليه او ما بعرف اصلا، بجوز ما كنت بعرف انه في بسوريا هالعدد من الكرد، وانا عم بحكي كلام حقيقي. هذا الامر انا على اطلاع على مجتمع في سوريا بشكل كبير. يعني اجت فرصه الثوره، انا القسم الاكبر من السوريين ما كان عندهم اطلاع والله في هالعدد من الكرد السوريين. انا على ثقه أنقله الى استاذ صلاح. النسبه الاكبر من السوريين تعتقد انه الجولان رجع والنظام حرر القنيطره. يعني انا هذا الامر كنت اشوفه بالحياه الطبيعيه. يعني مستوى التجهيل والتضليل بمشاكلنا، بمشاكل بعضنا وبهواجسنا كان شيء كبير خلال السنوات الماضيه. دكتور حازم، يعني طبعا نوجه لك اسئله ونعرف ونحن متاكدين انه الدكتور حازم شخصيه وطنيه نعتز بها وشخصيه مدافع حقيقي وعن حقوق كل السوريين دون التمييز بين عرق او واخر ودين واخر وطائفه واخرى. استاذ صلاح، ولو تاخرنا عليك كنا خايفين انه النت تنقطع عن الدكتور نستفيد منه اكبر قدر ممكن، ولكن دكتور حازم طرح فكره، استاذ صلاح طرح فكره بانه قبل الثوره لم يكن يسمع هذه المشاكل، هذا القمع الذي كان يتعرض له الشعب الكردي او حتى بالعدد الذي يشكله الكرد في سوريا. ذلك أليس سؤالا أو يطرح أو مشكلة تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى عليكم كأعضاء كقيادات بالحركة الكردية السورية؟ يعني فعلا كذا ضيف أكد لي في هذا البرنامج وفي برامج تلفزيونية سابقة لي أكدوا أنه الكرد يتحملون وخاصة النخب السياسية والثقافية مسؤولية عدم الدفاع عن حقوقهم والتشهير بحقوقهم وطنية في سوريا. نعم، يعني دعنا من حيث انتهى الدكتور حازم. أنا برأيي يعني مع احترامي لشرحه
أنه مقارنة بين المظلومية التي تعرض لها أهل حما في حقبة ما في زمن ما والمظلومية اللاحقة بالكرد عبر التاريخ يعني ليست دقيقة أو ليست موفقة بمعنى الكلمة. الكرد في سوريا يتعرضون لمظلومية ممنهجة، أما المظلومية التي وقعت في حما أو في مناطق أخرى من سوريا هي يعني لنقل أنها مظلومية لحظية في لحظة في سنة أو في فترة تاريخية، ثم يعني ليست هناك سياسة ممنهجة كما يتبع ضد الكرد لإمحائهم. يعني إذا أنت منعت شخص من أن يتحدث بلغته، من أن يفتخر بفلكلوره، بانتمائه، من أن يجاهر بما يريد، هذه أعتقد الموضوع هنا يختلف قليلا. نعم يا سيدي، نحن نتحمل قسم كبير من هذا التقصير. نحن لم نستطع خلال الفترة الماضية إيصال صوتنا إلى الشريك الآخر، إلى المثقفين، وفي نفس الوقت الدولة تتحمل القسم الأكبر لأنها لم تسمح للكردي أن يعبر عن نفسه. إقامة ندوات كانت ممنوعة، الظهور على الإعلام كان ممنوعا، لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم يكن هناك يعني نحن نحمل أنفسنا في بعض التقصير واقع علينا كجانب كردي، ولكن التقصير الأكبر كان من جانب النظام وأيضا من جانب المثقف العربي. ربما قسم صغير لا يعرف بوجود الكرد وعن حقيقة وجود الكرد في سوريا وفي البلدان المجاورة، ولكن القسم الأكبر كان يعرف ويعرف جيدا وقرأ عن الكرد، ومع ذلك يصعب عليه أن ينطق قول الحقيقة. أنا التقيت بكثيرين من النخبة، يعني هو يعتبر أن سوريا ملكه كعربي، هي ملكه، وأن وجود الكرد فيه إما طارئ أو أنه بشكل ضيف يحسن هو يعني استضافتنا فيها، غير مقتنع بأنه سوريا أو الأرض التي تعيش عليها هؤلاء البشر تعرض في سايكس بيكو إلى ترسيم حدود من محصلاتها وقع جزء من الكرد ضمن هذا البلد الذي اسمه سوريا، أي أن وجود الكرد على الأرض هي قبل وجود سوريا أصلا. يعني هذه الحقيقة لا يريد أن يقر بها الكثير من المثقفين العرب من النخبة العربية، تعتبر أن سوريا هي ملكه ووجود الكرد فيه هو عابر، أو في أحسن الأحوال يعني هو يحسن، إذا بده يعطينا حقنا فبيحسن استضافتنا، يعني استضافة جميلة، ولا يعتبرك شريك. حتى الآن مع الأسف خطاب المعارضة وخطاب النظام يتشابهان في هذه النقطة. هم يعتبرون الكرد ضيوفا على سوريا، وفدوا في 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 مثل ما بيقولوا غفلة ما، في حقبة ما على سوريا، وكأنهم سوف يغادرون سوريا في حقبة أخرى. هؤلاء أصبحوا جزءا من هذا الوطن، هم يعيشون على أرضهم التاريخية، والحدود هي التي تغيرت وليس الكردي هو الذي غير موطنه. هذه الحقيقة يجب يعني هناك أيضا عتب على النخبة العربية وعلى المثقفين العرب، خاصة في عصر الانفتاح الذي نعيشه، في عصر الفيسبوك والجوجل لا يصعب على أحد أن يتعرف على أي موضوع يريد أن يتعرف عليه. ولكن هناك، أنا أقول لك وبكل صراحة، يعني هناك لا زالت عقلية الفوقية القومية سائدة عند شركائنا في الوطن السوري، لا زالوا يعتبرون هم أصحاب الأرض، أصحاب سوريا، ونحن لسنا. طيب إذا قلبنا الآية، الكردي السوري قال سوريا هي كردية، كيف يكون أنت شعورك، كيف سيكون شعور العربي السوري؟ يا أخي سوريا هي كردية، الجمهورية الكردية السورية، كيف ستتقبل هذه الحقيقة؟ يعني الموضوع لا ينحصر دائما في العدد، في النسبة، من الأكثر ومن الأقل. دائما لا ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية. أنا أعاتب، يعني أقر بتقصير من الجانب الكردي، وأعاتب على الجانب النخبوي السياسي العربي السوري اللي ما حاول يتقرب، وأحمل حكومات المتعاقبة في سوريا على إبقاء الكردي ضمن قوقعته أسير جغرافية معينة وحرمانه من كل شيء،
حتى حرمانه من التعبير عن نفسه أمام أقرانه من السوريين الآخرين. في النهاية نحن مطالبون بحوار. أنا أضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بحوار السوريين، التقرب، الحوار، الحديث في كل شيء، ليس هناك ممنوعات. خلي الكردي يقول في وجه العربي أنا أطالب بالفيدرالية ويشرح له معنى الفيدرالية. خلي كل المكونات تحكي عن مطالبها. إذا ما عملنا هيك، ما عملنا حلقات حوارية، ما تقربنا من بعض، راح نضل غرباء من بعض. سوريا لن تستقر من وجهة نظري ما لم تحال فيها مسألة القومية الكردية وفق القوانين الدولية، وفق الشرائع الدولية. يعني إذا ما انحلت راح تضل الصراعات موجودة، وراح يضل كل طرف يعني يسير نحو التعصب أكثر لقوميته على حساب الوطنية السورية، وهذا أعتقد يضر بالعيش المشترك ويضر بالوطنية السورية. نحن كليتنا مطالبون، ولكن الذي يملك الإمكانية ويملك الفرص أكثر هو الجانب العربي، هو الجانب السوري الآخر المطالب أكثر من الجانب الكردي بالتقرب والحوار والبحث في مستقبل سوريا يعيش فيه الكل بطمأنينة وسلام واستقرار. ذلك ما ننشده أستاذ صلاح. دكتور حازم، وصلنا للنهاية. الكلمة الأخيرة دكتور حازم، إذا لك تعليق أو كنت تود أن أسألك سؤالا ولم أسألك، فلك دقيقتين دكتور. يعني أول شيء بتشكركم على الحوار، وبشكر الأستاذ صلاح، وحقيقة كنت أتمنى إنه يكون النت أفضل من الحالي حتى أعرف اسمع مضبوط وأعرف جاوب بشكل صحيح. يعني عموما أنا دعوتي الرئيسية إنه يعني السوريين عربا وكردا وأثوريين وتركمان وغيرهم مدعوين إلى مزيد 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 من الحوار التفصيلي، وعدم وضع حواجز أو خنادق بين السوريين. وأنا أعتقد أن يعني جميعنا معنيين بحل المشكلة السورية والأجزاء الأخرى اللي ضمن المشكلة السورية. ما حدا يعتبر حاله أنه هو بحاجة تطمينات من الآخر. كلياتنا أصحاب البيت، وكلياتنا مدعوين أنه نشتغل لحتى نبني هالبيت أو هالدولة أو هالوطن. يعني اللي بينتظر تطمينات من الآخر مثل كأنه ما يعتبر حاله صرفا أنه هو ضيف والآخر هو اللي لازم يقدم له التطمينات. ما أنت صاحب بيت، أنت وأنا والآخرين كلياتنا أصحاب هذا البيت، وكلياتنا مدعوين حقيقة أنه نساهم بحل وتفكيك مشكلاتنا. في العديد عنا من المشكلات. يعني هلا مثلا لن تستقر سوريا بدون حل القضية الكردية، وأيضا لن تستقر سوريا بدون حل مشكلة الجولان المحتل مثلا، وهي إسرائيل بجنبنا شايفين نحن يعني شو المشكلة. ولن تستقر سوريا. هناك سوريين يعتبرون إسرائيليين ثانيين دكتور. يعني كل هاي المشاكل لازم نشوفها. أنا كان عتبي على القوى السياسية الكردية إنه لما بتروح بتحضر مؤتمر يعني بشعر إنه بقية المسائل ما بتهتم فيها، ما بتهتم إلا لما يفتح موضوع القضية الكردية. ما كل القضايا مطلوب فيها إنه هن يدلوا بدلوها إنه يقاتلوا من أجلها، مثل ما مطلوب من أي سوري إنه يقاتل من أجل القضايا كلياتها، ما بس جزء أو القضية اللي تلمسه مباشرة. شكرا. كل الشكر لك دكتور، سعيدين جدا، ونعيدك في قريبا جدا نكون ان شاء الله، ونأمل انه في عام 21 تكون كل الامور السوريه في طريقها الى الحل ان لم نقل محلوله، ومنها ان يكون لنا صوت، وان تتحول قناه طيف تي في الى قناه فضائيه لتكون لنا استوديوهات في كل مكان. نشكرك جدا. آخر كلمة لك أستاذ صلاح بدقيقتين، تفضل.
أنا أعتقد أن السوريين يجب أن يعترفوا أن الحلول الأخرى قد فشلت، حلول عسكرية والرهان على القوى الخارجية والإقليمية فاشل، وأنهم في النهاية يجب أن يستردوا إرادتهم ويلتفتوا إلى الداخل السوري وإلى تطبيق القرار 2254 وتسلسل فقراته لبناء سوريا أفضل وحياة أفضل للسوريين. السوريون يستحقون حياة أفضل. تحية في نهاية هذا العام وبداية العام الجديد إلى كل الشعب السوري وإليكم جميعا، وشكرا لكم. ونحن نحييكم باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد وأسرة طيف تي في، نقول لكم كل عام وأنتم بخير في سوريا الجديدة، سوريا التي نأمل أن تكون حقا لكل السوريين، تكون ملجأ ووطنا آمنا لكل السوريين، نحقق فيه كل طموحاتنا، سوريا الديمقراطية التعددية الفيدرالية العلمانية، يعني ما ينشره غالبية السوريين إن لم نقل كل السوريين. دكتور، نعيدك الحوار معكم ممتع. دكتور حازم، أستاذ صلاح، فعلا أمتعتونا اليوم، طبيب ومهندس والله يعين الإعلامي. وتحية لكم المشاهدين الكرام، وكونوا معنا يوم الخميس القادم في تمام الساعة 9 بتوقيت أربيل، 8 بتوقيت قامشلو ودمشق، 7 بتوقيت برلين ألمانيا. سعدت جدا معكم دكتور حازم، أستاذ صلاح، نورتونا، ونعيدكم في حوارات أخرى، ودمتم وكل شعبنا بألف خير، وتحية خاصة. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم. الدكتور